حنا قافزين يا جماعه ومحلبين يا جماعه. انا ما عندي مالك خويا، انا مانيش انسان سياسي ولا نمارس السياسه. انا عندي وقت. انا اذا كان المروك تهجمت علينا اعلاميا بداتها من سنه 2012 وروح. هي الخيانه تاع المروك راها من قبل وقت الامير عبد القادر. واذا كان هذا مملكه بوسبير هذه، اذا كان بدات التهجم على الجزائر اعلاميا من سنه 2012، وانا كمواطن جزائري بديت هذا المحتوى هذا في سنه 2021، يعني راني روطار. يعني انا هذا مده 9 سنوات وانا ساكت. وي. يسمى انا خائن ولا كيفاش؟ في حين والله تجي تلومني خونه. على شير كنا ديما خونه. صغيره، شير ديما صغيره، ناضوا داروا حلوا لي لايف. تونس ثاني عندها جماعه تاع احرار وعندها معارضين. نمشي انا ننساق موراه ونخلي الهدف الرئيسي نتاعي والعدو الحقيقي نتاعي، ونمشي ندابز انا مع الشير ديما. بوسمع وهذه انا قلت الفتنه لك. هذه لك خويا انا قلت المواطن. لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جسبر تكونوا بخير ليكيب. مرحبا بكم في قناة ابن شهداء الجزيرة في زيادة. اليوم عندنا لايف القاسية في الصواريخ بوسمعها مشاهدة عند دي مثيرة. 48 ما تزيدش تسمع بها، لانه بدليل صاحب الفندق تونسي واللي قتل التونسي فرنسي، الجزائري ما دخلوا في الموضوع. وحتى الدوله راك اللي ارتكبوا فاهمني؟ فيها المعادله اللي واضحه. صرا فيها هذا في فرنسا، يعني مشي في الجزائر. فرنسا. وابارامون بارك كاين الله حتى فيك. جزائريين راهم بليسين في السبيطار الرياض، على حسب واش فهمت. بارك كاين الله شي فيك مضروبين خويا في محمد. الموس ثم اللي اللي راهم ضرب حابين الله يرحمه يورطوا ويوسع الجزائر عليه. في الوسط، محمد، اللي حابين يورطوا الجزائر في الوسط هما هذو الخلايا النائمه اللي دائما نشوفوها في هذا التوقيت. وين ما تكون مشكل صغير بيننا وبين تونس، بيننا وبين ليبيا، يعاودوا يخرجوا هما نفسهم، هما مأجورين. هادو خلايا مأجورة خويا بوسماحة. لهذا خويا باش نتعاملوا معاهم بوعي، نكونوا ديما سابقين الناس هادو بخطوة فكرية. يعني انت ما تطلعش عنده في لاف تونسي، ما تعطيش الشرعية للموضوع تاعو، ما تناقشوش في موضوع انت ما خصكش فيه. انا كجزائري ما دخلنيش بينك وبين فرنسا. بصح انا نهار رياض، الا توفى. تسمح لي نعم. نتفاهم معاك، الا تسمح وي لي بيان نتفاهم سور. معاك. يعني شوف، انا ما فهمتش. يعني اللي يروح لعندهم راح يعطي لهم شرعيه، واللي يفتح لايف على هذا الموضوع كيفاش تسميه باش نفهم؟ نفس يعني الشيء. تبي تقصد شوفي منه؟ شوفي انا تبي شوفي تقصد؟ دوك نقول لك بنت لا الجزائر. لا، شوفي باش اختي. باش نكونوا في الصوره. كاين ناس في تونس راها تفتح لايفات، كاين واحد الشير ديما راها تفتح لايفات تسب، وباه الانسان يصفي الضمير تاعه امام الله. كنت متواجد ما عندهاش بزاف، وكانت حتى الاخت ساره تما وهي اللي بارطاجات لي اللايف. ولايف لاباس به، لايف طالع. وناس يعني ناس عقلاء وناس توانسه كانوا يهديوا الاوضاع وكانوا متهجمين على بعضياتهم. ويقول لك هاد الناس ما يمثلوناش. خاوتي تكبيس وبارطاج راه بوكا، ولا غير عندي انا؟ لا نشوف لا فيها لا مثل. لا، ما انا عندي. الحمد لله على جبونسك تلاقي بوسماحة. الصحة. من اللي بون بوسماحة في سمعتوني 10 واش ثواني. تفضل خويا لا رياض. كنت تلاقي في 10 ثواني باش نختم. شوفي بنت الجزائر، انا اللايف تاعي اليوم ما كانش سب وشتم. هنا اذا كنا حنا نتعداو على تونس بالسب، ثم هنا رانا نشاركوا في نفس البروباغندا. انا كان لايف توعوي، خصوصا من الجهه الجزائريه ولا من الجهه التونسيه، ولقيت تفاعل من التوانسه بطريقه ايجابيه. راني نقول لك، تاكدت باللي كاينه خلايا نائمه هي اللي راهي توجه الراي العام بالطريقه اللي راهي هي تبحث عليها. هما عندهم نتيجه حابين يوصلوا لها، انهم ينقصوا الضغط على المغاربه سيتو. هي باينه رياض، هي باينه. لما شفنا انه مراركه طلعوا لايفات توانسه ويدخلوا روحهم حتى نحرجوهم التوانسه وقالوا لهم ما تدخلوش روحكم بيني وبين الجزائري، انت ما عندك حتى دخل. يعني باينين المراركه اللي هي تقول عليها خليه نائمه اللي عمرها ما نامت. على كل حال هذه الخليه هذه انا نقول عليها خليه فاسده وما تصلحش حتى للتنمام. ما يعني اي حاجه راح تتنمم فيها حصلت فيها هي. المراركه اون جينيرال اي سون كوم سا. لو كانت تعاودوا تولوا للوراء عده بروباغندات، عده يعني فتن حبوا يحصلونا بها، وهما اللي يطيحوا في الفخ. دائما هما اللي يطيحوا في الفخ. انا واش حنقول لك رياض؟ انا نقول لك حنا رانا ناس عقال، وحنا رانا نتبعوا في السياسه تاع الدوله تاعنا. حنا دايرين الوجه للدوله تاعنا، دايرين لها الوجه.
فقط، ما كاش اللي يجب، ما عندك حتى عذر او تبرير باش تجي تسب لي شاهد. الوغ انا اللي يسب لي شاهد نسبه هو، لكن تونس لا، شخص انت معايا سبيت لي شهيد نسبك انت، هذا ما كان. يعني باش من الاخر يعني نعرفوه باللي تونسي حقيقي تونسي، تجي يعني نشوفك تسب في الشهيد نسبك انت، هذا ما كان. بيان هذه سير هي ما باش ما نطيحش في ندخلش الفخ. بون المايك بوسمعة بسمعها المايك. انا نخلي مكاني لكاش واحد. شوف بوسمعة، ربي يحفظك والله يا العظيم رياض. والله تحية العظيم كبيرة والله لك. العظيم لا دخلنا على التيك توك محبة فيكم ومحبة في الوطن. وحنا يا اخي ما ننساوش الوطن ونتبعوا الوطنية. غايتنا ليست تجارية. محبة فيكم وتحية الجزائر وتحية لكم. السلام عليكم. ربي يحفظك الغالي، الله يعطيك الخير رياض خويا. انا مثال بسيط بغيت نمده على هذه اللقطه اللي صرات، ما عندهاش بزاف قافله الصمود. قافله الصمود هذه شفنا بعض المصريين تاني تهجموا على الجزائر، شفنا بعض الليبيين تاني تهجموا على الجزائر. يعني حنا نبقاو غير اللي كما قال لك، غير اللي ينبح فينا نعاود ندوروا له، اللي ينبح فينا كما قال لك نعاودوا نوليو له. الانسان كما نقولوا بعض الاحيان لازم يحكم العقل نتاعه. الفتنه اللي بدات، الحرب الاعلاميه اللي ما بين المروك والجزائر من 2012 تقدر تقول من سنه 2012. والمروك هذه يعني رانا على الحرب الاعلاميه، مال الخيانات راه باديه من قبل وقت الامير عبد القادر. انا كبوسماحه بديت في 2021 في هذا المحتوى هذا، 2021 بديت في هذا المحتوى، يعني 9 سنين وانا ساكت، 9 سنين وانا ضارب بالنح. كي نشوف انا في المروك ماشي تهجم عليك غير الشعب، المروك راهي تهجم عليك المخزن، راهي تهجم عليك الملك بدعم من عده دول، مع الكيان الصوصي طبع على خاطرك، فرنسا على خاطرك، كل شيء على خاطرك. اما انه نمشي نسب دوله ككل، دوله ككل بيها بشعبها بالحكومات نتاعها، على خاطر الشير ديما ناشطه في التيك توك، عندها اهداف معينه. انا يبان لي ما نكونش حمار والعلم لله. اما انه نجي ندير لك كوستوك اخي الكريم، انا امام الله ما غاديش تدخل معايا لقبري. انا غادي نقول لك الشيء اللي نخمم به والشيء اللي راني نقوله لك، انا ما خالصش عليه، ما عندهاش دوجور. نشوف الرئيس نتاع بلادي انا يصافح في الرئيس نتاع دوله تونس، نمشي انا نعاود ندير دوله روحي وندير دستور روحي، ونجي هنا ندير لك لايف باه ندير لك كوستوك، باه ندير لك كوستوك كيما نقولوا. انت تبغي تسمع الشعبي، قال بوسماحه يفتح لايف يغني لي شعبي، ولا تبغي تسمع الحوزي قال بوسماحه دوك يدير لايف دوك يغني لي الحوزي. خوتنا مشي بهذه الطريقه ومشي بهذه العنجهيه. وكاين في بعض الحالات الانسان يحكم العقل، يخمم بعقله. علاش ربي عطانا عقل؟ وانا مانيش فاتح لايف هنا باه نفرض الراي نتاعك نتاعي عليك. انا راني نتشاور مع خوتي وتخمام تاعي هذا مانيش نفرض عليك. عجبك اللهم بارك، ما عجبكش خويا عندك عقل تخمم به. انا مشي رئيس جمهوريه، ما تتهجم عليا، ما عطيتك وعود. انا مانيش مير ولا برلماني فوطيت عليا قالوا عطيتك وعود باش نتكلم لك واش راك باغي ولا نحقق لك الطموحات نتاعك، ولا مواطن جزائري كيفي كيفك راني نبدي في الراي نتاعي. عجبك اللهم بارك، ما عجبكش يا اخي عندك مخ تخمم به، فتش على لايف اللي يدير لك كوستوك. انا مانيش خدام دي جي وراك جايبني للعرس تاعك، هذه اللي نقولها. انا مشي براح، لو كان جيت براح تجي قال بوسماحه هاك 500 ميل وسب تونس. والشي اللي راني نقوله لك مشي من باب الخوف، مشي من باب الخوف. راني قلت لك في الاول، انايا قلت لك انا لو كان كوريا الشماليه تهجم على بلادي نسب الرئيس تاع كوريا نورمال، ما عنديش بروبلام. بصح انا مشي غبي، ما تحشيها لي الشير ديما، باسكو تونس عندهم هما عندهم الاخرار كما عندنا احنا الاخرار، كما احنا عندنا شوقي بنقعره، كما هما تاني عندهم هكا ناس تاني كما شوقي بنقعره. ونعطيك خير دليل، التونسيه اللي جات لهنا الجزائر وسجنوها وناضوا داروا بلبله كبيره. يعني هاد الناس باغي يستعملونا حنايا باه يكونوا ضد الرئيس تاعهم. هذا واش راني نقول خويا، هذا التخمام تاعي، هذا ماشي وحي راه نازل عليا من السماء. انا ماشي نبي ولا رسول، مواطن جزائري كيفي كيفك، وراهم معنا خوتنا هنا يعطيونا الاراء نتاعهم ونتشاوروا ما بيناتنا. وهذه بلادنا وما تجيش تلعبها لي زعما انت وطني زياده عليا ولا انا وطني زياده عليك. اذا تطورت الامور ووصلت يعني للرئيس الجمهوريه يسبنا، رئيس الجمهوريه يتهجم عليك،
تما روح لومني قال بوسماحه ما راكش قايم بالواجب. اما انه شير ديما تفتح لايفات ونمشي انا ننجر موراهم، راك غلط اخي. ويجي العياشي هنا عاجبه الحال ويكبس لي، هذه غير فوتها. تفضلوا خوتي اسطوره، مرحبا بك شوف سي خويا. تفضل تعدير تفضل خويا اسمح محمد. دقيقه برك باش ننزل تفضل. برك. شوف سي تعدير انت نلخص كاع واش قلت. خويا الجزائري، هذا كلام الجزائري خويا. بار اكزومبل انا الا شفتني ما تكلمتش في الموضوع هذا، ما تقولش باللي خوف، قول بالك باللي هذه فخه. انا فقت لها باللي فخه، سي ان بياج داروه لي وانا مانيش كافي، ما حبيتش نكون خروف. دونك سي يفهم هكذا. واش راك تحكي بوسماحه باللي كاين معارضه في تونس؟ المعارضه التونسيه اللي راهي ضد قيس سعيد راهي تشوف باللي الوحيد اللي لازم ينسحب من مساندة قيس سعيد يقول لك تبون. الا روماركيتو يقول لك تبون راهم مع قيس سعيد، والناس هادو سياسيين، وتبون ماهوش مع قيس سعيد. الجزائر راهي مع تونس، الجزائر عندها علاقه مع تونس. شكون هو اللي يمثل تونس بالنسبه للدوله الجزائريه؟ هو الرئيس قيس سعيد، ماشي الشخص، لكن الرئيس الوحيد اللي يقدر يمثل الشعب التونسي. ديروا واش يسموها عبير موسي اذا كانت، وهذا ميساج للمعارضه تاعكم، حتى اذا طلعت عبير موسي رئيسه لتونس راح تكون نفس العلاقات اللي كانت مع قيس سعيد. دونك اللعبه هنا هي لعبه سياسيه داخل تونس بين المعارضه التونسيه وقيس سعيد. راهو صاري لهم اكثر من واش راه صاري في الجزائر. وقضيه اليوم قضيه تبوني لا روماركيتو، المشكل تاعهم صدقوني هذو والله ما بهم التونسي اللي مات. المشكل تاعهم هو انه تبون لازم ترفد يدك على تونس، باسكو تونس راه فيها صراع اقليمي راه في تونس. دونك خويا الجزائري كاين واحد اللعبه كبيره شويه راهي على الجزائر، لازم تكون في مستوى في حجم اللعبه هذه، لازم تكون فاهمها. كي نقول لك تكون فاهمها تفهم باللي هذا سي ان بياج. الجزائري ما لازمش الفخه اللي يديروها لك تروح تطيح فيها. لكن خويا بوسماحه كاين جزائريين اللي ما يحبش على السو هذا وتصيبوا يتعامل بالطريقه هذيك، والله ما نلوموا بوسماحه، ما والله ما نلومش انا نلوموا اخي، وما نخسروش. انا مانيش نلوم عليه. نحاولوا نفهموه، ما نلوموش وما نخسروش. باسكو انا باش نخسر الجزائري على المعارضه هذه تاع زوج دورو لا ما نديرهاش. دونك خاوتنا الجزائريين شويه سوايا انتيليجون وعرفوا باللي اللعب هذا كاع سيتان جو بوليتيك. والله التوانسه هذو نصهم كاين اللي غاضوا من التونسي ربي يرحمه، وانا وغاضني يا بوسماحه صدقني. يعني مات واحد الموتى ما نتمناها لاي لا التونسي لا ليبي لا المروكي، ربي يسهل عليه. الشيء اللي صرا له مأساة، سيتان درام صرا في فرنسا، والوحيد اللي لازم يتلام هي الشرطه الفرنسيه. ونقول للشعب التونسي باللي الشيء اللي صرا للتونسي هذاك صرا لنا لواحد الجزائري الله يرحمه ويوسع عليه نائل. والجزائري لما كان عنده مشكل مع الشرطه الفرنسيه شفتوا الجزائريين واش داروا؟ رحنا الشرطه الفرنسيه، والجزائريين اللي فرنسا قلبوها فرنسا. ربما كنسيتوا واش صرا. دونك العنصريه اللي راهي في فرنسا كانت الجزائر اولى الضحايا تاعها. وربما قضيه هذه التونسي اللي قتل الفرنسي اللي قتل التونسي هو عنصري وماشي الجزائري اللي عنصري. خويا بوسماحه بارك الله فيك وشكرا على المساحه. يعطيك الخير خويا محمد، ربي يحفظك. خويا بوسماحه 30 ثانيه برك اذا سمحت لي العزيز باش ما نطولش عليك خويا وما نكثرش عليك. محمد يعطيك الصحه. محمد بو بارك الله فيك، عطيت قراءه سياسيه وقراءه حول ما يدور بين العلاقات الجزائريه والتونسيه وما يحاك حتى ضد يعني الحكومه الان التونسيه وعلى راسها قيس سعيد. بارك الله فيك، يعني شيء جميل وكبعثت برساله مشفره، وان شاء الله خاوتنا الجزائريين يفهموا الرساله مليح وحتى اشقائنا التونسيين. وحنا كما قال الاخ بوسماحه وقالت الاخت بنت الجزائر والعديد، نحن لسنا ضد اي واحد ينفعل على جلسه بالشهداء، لانه شهدائنا هو رمز وخط احمر. فبرافو لك خويا محمد بو، وشكرا لك بوسماحه. على بالي اليوم تقلت عليك، شكرا. راك خويا ياسين عيب عليك هاد الهضره. اسطوره مرحبا بك خويا، اسمح لنا على الاطاله. لا معليش خويا بوسماحه، تحيه ليك والاخوه الكرام والاخت بنت الجزائر. اولا شوف خويا بوسماحه، احنا عندنا كميه من الوعي ما نوزعوه على جميع يعني الناس، لذلك احنا على بالنا باللي الشيء اللي قاعد يصرى فيه اللي مخطط وفيه اللي عندهم اساسا احقاد على الجزائر، حتى من انصار قيس سعيد، باش نكونوا موضوعيين ايضا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا كجزائري
كانت عندي من الحكمة أنه نتقبل موت ولاد بلادي من 2017 حتى 2025 واللي اغتيلوا في تونس بأيادي تونسية وما خرجناش درنا لايفات. بالعكس كانت عندنا ثقة في الدولة الجزائرية وقلنا الدولة الجزائرية تجيب حق أولادنا عن طريق التنسيق مع السلطات التونسية، وسكتنا وما قلنا حتى حاجة وما خرجناش فتحنا لايفات ولا قلنا تونس فيها وعليها. لكن أنا كل اللوم على الطبقة المثقفة اللي اليوم بالتحديد بدأت تدخل في روحها، خاصة الطبقة الإعلامية، وركبت هذه الموجة فيما يخص مهاجمة الجزائر ورموز الجزائر. هذه النقطة الأولى. لما نلقى أنا كجزائري بعض اللايفات اللي يعني بكل صراحة يعني حطت تصويرة العربي بالمهيدي ومنحية راس العربي بالمهيدي وحطها في بلاصتو ضبع، ولما نلقى تصويرة بن بولعيد منحين الصورة تاعو وحاطين في بلاصتو أكرمك الله خويا بوسماحة ولا حاضرين كلب. أنا كجزائري يكونني قلبي بصرف النظر على قصة الفتنة وما الفتنة، هذاك أمر خلاف. بصح أنايا كل اللوم أنه ما خرجش منهم إنسان عاقل، إن كان من طبقة المثقفين، إن كان من الطبقة الإعلامية، إن كان حتى من الساسة تاعهم، وقال الشيء اللي قاعدين تديروا فيه حرام وعيب. علاش تطعنوا في شهداء الجزائر؟ لأنه لو نحكي أنايا بمبدأ المنة، فأنا درت في تونس وفي شعبها خير لا يعد ولا يحصى. ونمد مثال بسيط ونكتفي به. لما كانت طائرة الجيش الوطني الشعبي تمشي 12 طيارة من مطار بوفاريك العسكري وتروح تجيب اللقاحات من بكين، كنا من 12 طيارة نخليوها لهم، وهكاك وما قلنا والو وما هدرنا حتى حاجة، وقلنا خاوة ويجمعنا دم مشترك وما بيناتنا يعني صلة قرابة وصلة مصاهرة وشي من هذا القبيل، وسكتنا ما هدرنا والو. لذلك احنا كجزائريين على بالنا واش اللي يحضر لتونس، لكن مش بالضروره انه انا على بالي واش يحضر لبلادك. انت دركا تستغلها كفرصه وتحاول تبث سمومك او حقدك على الجزائر. لانه انا اللي نعرفه انه انا نائل الجزائري وقت اللي مات فرنسا ركعناها مده 14 يوم وقفناها على رجل وحده. الاجتماعات في قصر الإليزي بشكل دوري بشكل يومي في مده 14 يوم وما خرجنا قلنا حتى حاجه. لكن انتوما السيد مات عليه رحمة الله ما نقولوا حتى حاجة. لكن بالتوازي مع هذا لازم يكون عندكم أيضا فكرة أنه ما ترميش فشلك أو عدم رجوليتك أو خنوعك أو خضوعك على كل ما هو جزائري. جيب حق ولد بلادك. السيد اللي مات تونسي في أراضي فرنسية بيد فرنسية أو بأيادي فرنسية، دونك جيب حقك. ما تطلعش انت تشتم في الشهداء. وخويا بوسماحة أنا راني قاعد نحكي أنا وحدي شفت ازيد من 20 لايف، وكل لايف فيه 200 300 حتى يوصل مرات ل 600 700. دونك اوكي فيه المغاربه هذه حاجه مفروغ منها، لكن احنا قاعدين نحكيو ايضا على ناس المفروض انه عندهم من ميزان العقل ما يسمح لهم انه يترزنوا شويه وما ينساقوش وراء يعني الشيء هذا. لانه في نهايه المطاف الشهداء في الجزائر يخطئ من يظن انه حنايا نقطه ضعفنا. لا، الشهداء في الجزائر رانا نشوفوا فيهم من موقع قوه، مش نقطه ضعفنا. الشهداء بالعكس راهم نقطه قوه بالنسبه لنا، ونتركزوا عليهم من بعد الارتكاز على رب العالمين. لذلك احنا متمنيين انه يخرج واحد عاقل من التوانسه، ان كان رجال نساء من الطبقه المثقفه من اعلاميين، ويخرج ويقول الشيء اللي قاعدين ديروا فيه لا يجوز. لانه حد الساعه الجزائري راهو في رده الفعل، حد الساعه رانا ما هاجمنا ما كان حتى حاجه من هذا القبيل. واذا حبوا كما نقولوا هيتماداو يروحوا يسقسيو الناس اللي جربت من قبل معانا. الهاله الاعلاميه المصريه في درمان وهكاك حطيناها عند حدها. الهاله تاع العياشه مع الضغوطات اللي كاينين من بعض القنوات الخليجيه والذباب تاع الكيان وهكاك. اذا سمحت لي نتفاعل مع خويا دقيقه، ماشي نقاطع خويا، نتفاعل معاك. تفضل. حنا كجزائريين رانا منقسمين لزوج فئات، وانا هذا هو الشيء اللي ما نبغيهش. كيكون عندنا اراء مخالفه. كاين فئه مطلعه على الجانب السياسي وعارفه واش راه يصرى وعارفه واش ما راهش يصرى، تتمنى انك دير لايف وتتكلم بواحد الطريقه تاع العقلانيه وتطفي نار الفتنه. وكاين واحد الفئه يعني تقدر تسقده يتفرج كراميش ولا يتفرج سبيس تون، يعني خص دير لايف
وتكلم له بهذيك الطريقه تاع الدربوكه تاع السياح، مدينا لكم 13 مليون دولار، درنا لكم هذه دروك كاين بوسماحه واحد، ما نقدرش نقسم روحي على زوج، باسكو هذا اللي راه يكومونتي لي تحت ولا يدمرني، ما راني خدام عنده، ما راني دي جي عنده، ما غاديش يدخل معايا القبري، باسكو القبر فيه غير شبر، وانا اون بليس عندي دواره، يعني الا كفاني غير انايا راني مليح. القبر فيه غير شبر وانا عندي الدواره شويه خارجه، يعني الا كفاني غير انايا راني مليح. يعني هذا اللي راه تحت زعما يدمر فيا، انا ماشي برويط باه تدمرني ولا تاثر عليا بالكلام نتاعك. انا قادر تونس هذه اللي راني نتكلم عليها كدول، فيها دوله، فيها شعب، فيها اولياء الله الصالحين، فيها ناس ملاح، فيها خبثاء، فيها هذو اللي راهم يسبوا وهذو اللي راهم، انت دروك راك تطبخ. كاين البعض راه هنايا مبعوث غايضاتك منصه فيها 1100 اللهم بارك، وراك باغي بوسماحه يتكلم لك الشيء اللي راك باغيه انت. والله ما ندير لك كوسطوك، انا ماشي مدامتك، انا ماشي مدامتك باه ندير لك كوسطوك. انا نتكلم كلمه اللي نتحاسب عليها، انا نتكلم كلمه اللي نتحاسب عليها من بعد امام الله. اما الناس، انا راني نقول لك ما تعممش. بالنسبه للناس اللي فتحوا لايفات، الناس اللي فتحوا لايفات وسبت الجزائر، مانيش ندافع عليها انا وما نسمعش به. اما باش تردني انا نتهجم على دوله ككل، بصراحة هادو راهم مبعوثين روماركي. دقيقه الاخت مصدي كريم راك تقول لي ماكش تسمع فيهم. يا خويا انا اختاريت نتكلم هذا الكلام اللي راني نحس به انايا، نابع من قلبي، وهذا تخمامي تاع عقلي. انت علاه ما تفتحش لايف ودير كوسطو باين نفهم؟ انا اذا كنت وزير ولا برلماني ولا رئيس بلديه وانتايا انتخبت عليا، عطيتني الصوت نتاعك، ومن بعد خالفتك الوعد حشيتها لك كما نقولوا بالعاميه تاعنا، من حقك تلومني، من حقك تلومني. انت جزائري حر، انت جزائري حر، وانا تاني جزائري حر. واذا درت فيا ثقه لربما راك متابعني، لربما كذا وكذا، وانت اللي راك تقول لي نتوما اللي وطنيين، انت تاني وطني. شكون قال لك انا راني نسربي الوطنيه؟ شكون قال لك؟ تقدر تفتح لايف، كاين ناس راهم يديروا لك كوسطو، كاين ناس تقدر تمشي تفرج كراميش، تقدر تمشي تفرج ما نصغرش عقلي بالحجم نتاع عقلك. اذا تمادات هذه الفتنه وصلت ناس كبار، يعني تصريحات من عند وزراء، من عند حكومه، من عند امور، ما تجيش نتكبر الحجم تاع تونس اللي فيها 12 مليون نسمه. انا اذا وصلت فتنه مع تونس ولا حرب اعلاميه مع تونس، انا غادي نفتح حساب تيك توك لولدي الصغير يقابلهم، ما نتكلمش عليهم انايا. هذه اذا وصلت بعيد الشر، بصح باه تجي تضغط عليا بالتعليقات نتاعك باه نوفر لك منصه هذه وندير لك كوسطوك، راك غلط. تفضلوا خوتي، خويا مالك تفضل، وما نقلع لك ستيلو، تفضل عبر على روحك. بوسماحة خويا على سلامتك الله وخوتنا يسلمك. كاملين. انا والله يا بوسماحة ما على بالي بالموضوع بزاف، ولكن انت من خوتنا اللي اسمح لي يعني ندخل ندير دوموند على ما بالي بلي خويا انا والله ما كنت باغي نتكلم على هذا الموضوع، ما راني كنتش باغي جايك نتكلم يا بوسماحة. باسكو انا قلت لك انت يوصلك الواحد. تعرف واش هو الشيء اللي خلاني نتكلم؟ عندنا واحد الناس لا دياري راهم معانا هنا محسوبين معانا، ودوك نبقى نذكر في عزرينهم بالاسماء والدروك باسكو ما بغاوش يحشموا. عندهم محتوى تاع الطيابان تاع الحمام، المعايره والسب والتطياح وخطره على خطره، يدخل لك الوطنيه ويهضر معاك وعينه في العين شحال كاين، تكبيش شحال كاين، لي كادو شحال كاين، ولاو يجهلونا. ما تمثلنيش خويا بهذه العقليه، ما تحطش روحك انت راك تمارس السياسه، انت ماكش تمارس السياسه، حوش راك دير في جيبك. تفضل خويا مالك. شوف، انا قلت لك انت من بين خاوتنا اللي كيدخل عنده اللايف ندير لا دوموند اوتوماتيك. المهم دابري واش فهمت وصلح لي انت الا راني غلط. بعض الناس هم يقولوا توانسه مثلا، هم يقولوا توانسه تهجموا على الجزائر في سبت هذاك الشخص التونسي اللي قتلته فرنسا. ياك والله راني غلط؟ صح. والله يا خاوتي اسمح، دير بيان استنكار وتطلب توضيحات من السفير الفرنسي وتقول له على قتلت لي المواطن التونسي. وهيئة المحامين التونسيين قبل نسمع في فيديو باللي حيرفعوا دعوى قضائية على الشرطة الفرنسية.
وانت تشوف الرئيس تاع تونس هنا والرئيس الجزائري حضن فيه وهما متفاهمين ومدايرين، وتجي تطلع تقول لي انا ندافع والتوانسه يديروا. جماعه ما تمسخروش بينا جماعه. بوسماحه قبيل قال لكم باللي كاينين عندهم الاحرار جماعه. دركا الا كان نتوما على جال زوج عبيدات كيما زيطو تاعهم، اما عندهم هما تاني زيطو تاعهم وعندهم امير ديزات تاعهم، ما عندهم جماعه. كيف انا عندي القاعده رقم واحد: الدوله تاعي متفاهمه، الدوله تاعي متفاهمه مع دوله اخرى، مع الرئيس ووزير الخارجيه وهذوك خويا القرب تاعهم كامل. هذاك انا ما يهمنيش، هذا الا راهم توانسه. انا نقول الا راهم توانسه. خليتو نتوما العدو اللي راهو يضرب في الجزائر واللي راهو يحارب فينا ويدير ورايحين للاحرار. الا كانوا هما باسكو كاينين ناس بزاف منهم لاعبينها توانسه ما نكذبوش على بعضنا. نخلي انا الناس هادوك نخليهم ونروح نتبع انا. سمحوا لي يا خاوتي، ما كوش ماشي الجيريان قافز خويا نصارح العباره خويا مالك باه حتى المتابع يكون عارف واش راه يدير. كاين ناس تبعت لك ناس اصحاب منصات ما عجبهش الحال اللي بوسماحه فتح المروك ولا مالك ولا الاخت ساره ولا ابن الدوله ولا عمي حسين كيتكلم عليهم، ولا الناس هذه قال لي باغيين يخفوا الثقل على المروك كي نقول لك المروك يعني نقول لك الامارات، يعني نقول لك الكيان الصوصي، يعني نقول لك فرنسا. ما عجبهاش الحال، يعني كي راه يتهجم عليك هنايا ما راهش جايبه النيف، ما على بالاش بعزرين هكا وين راه رايحه. ليسونسيال يخفف الحمل على المروك، هذا الامر الاول. الامر الثاني اللي ما على بالكش به، كاين صراع هنا تاع منصات تاعك شغل حوانيت. كاين ناس ما تشوف فيه لايف، كاين ناس ماش تحوس تمد توعيه ولا عنده ضمير مع رب العالمين. كاين ناس راه يشوف فيه حانوت، راه يشوف بلي انت عندك لي كليون هو ما عندهش لي كليون. هذه باه تفهم، باه ما يديكش واحد اخر يديك على راسك. كاين شكامين هنا. ايماجيني انا نفضل اني نكون متابع وما نكونش شكام لصاحب منصه. انا في بعض الاحيان مروك يقول لي انت راك تشيت للنظام، يغيظني الحال باسكو احنا جزائريين عندنا الحساسيه من هذه كلمه شكام. فما بالك انت تكون شكام لتيك توكر، واحد عنده منصه هكا تيك توكر انت تكون شكام عنده. انا يا اذا راك تحوس انا على هذا التونسي اللي يفتح لايف على الجزائر وسب الجزائر، انا مانيش نبري فيه، مانيش ندافع عليه. انا في النقطه هذه حاب نمد تعليق. خويا الجزائري، اختي الجزائريه، حبيت تطلع له تما في اللايف وتطيح له قدره وتمرمدو هو كشخص. خويا رانا نقول لك الله يسهل عليك وما نقولكش راك غلط، جامي نقول لك راك غلط. بصح ما تدخلونا في حكايه والتوانسه وهادو ما يقرش فيهم الخير وهادو ما نعرف كيفاه وحنا كنا نمدو لهم وكنا نديرو لهم. خلاص نساو المروك ونساو المخازنيه ونساو الاخر وروحوا زيدوا دوروا التوانسه، دوك نزيدوا ندوروا المصريين الليبيين، نربحوا العيب مع الناس كامل ونخليو الناس اللي شاتيت لنا الشر تاع الصح. لي زالجيريين حنا قافزين يا جماعه ومحلبين يا جماعه. انا ما عندي مالك خويا، انا مانيش انسان سياسي ولا نمارس السياسه. انا عندي وقت. انا اذا كان المروك تهجمت علينا اعلاميا بداتها من سنه 2012 وروح، هي الخيانه تاع المروك راها من قبل وقت الامير عبد القادر. واذا كان هذا مملكه بوسبير هذه اذا كان بدات التهجم على الجزائر اعلاميا من سنه 2012 وانا كمواطن جزائري بديت هذا المحتوى هذا في سنه 2021، يعني راني روطار. يعني انا هذا مده 9 سنوات وانا ساكت. يسمى انا خائن ولا كيفاش؟ في حين تجي تلومني على شير ديما صغيره ناضوا داروا حلوا لي لايف. تونس ثاني عندها جماعه تاع احرار وعندها معارضين، نمشي انا ننساق موراه ونخلي الهدف الرئيسي نتاعي والعدو الحقيقي نتاعي ونمشي ندابز انا مع الشير ديما. وهذه الفتنه هذه خويا المواطن. انا راني نتكلم مع خوتي المتابعين من باب النصيحه ومن باب التوعيه، نوعيو بعضياتنا. هذا ما كان مانيش نفرض عليك في الراي تاعي ولا في التخمام تاعي. اذا راني نبان لك خواف يا خويا روح تشجع ودير الشيء اللي مانيش قادره نديره انا. الشيء اللي مانيش قادر نديره انا روح تشجع انت وديره. انا بوسماحه هذا واش واش بوسماحه انا عندي الهدف الاول المخزن، ونقولها ونعاودها المخزن. فرنسا الكيان الدويله هذيك الدويله اللي ملهيه
هادو هما الهدف تاعي انايا. الا ونحكي على بلادي بالشي المليح، نحكي على بلادي بالشي المليح. انا مالك نهضر على نفسي خوتي. الا ما حبيتو ديروا كاش فكره خوتي، ما كونوا ديروها بذكاء. انا نقول لكم بذكاء. الجزائر الرئيس الجزائري، خمم برك انت، الرئيس الجزائري رئيس تاعنا عبد المجيد تبون كي يتلاقى مع قيس سعيد، المغاربه يوليو يتعصروا هك، يتعصروا. تجي انت تزيد تعطيهم لوكازيون، تزيد تولي تسب وتولي دير. وزير الخارجيه تاع، روحوا شوفوا الاعلام يا جماعه، روحوا شوفوا الاعلام التونسي اللي صح، اللي طالع صوت وصوره. اما واحد يسمي روحه ما على باليش انا نسر ما نعرف كيف حنابع ولا شكوبي ولا ما نعرف واش اسمو، ضمنت انت باللي تونسي. انا قلت لك تطلع ليه في اللايف تما طيح له قدرو، والله يا خويا ما يعطيك الصحه. بصح ما تدخلش هذه منا وقالوا علينا واحد يحل لايفات ومسبونا ومداروا، وواحد يقلبها لك باللي لازم نرد عليهم. جماعه راكو بالاخر راكو طيشوا في المجهود تاعكم وفي الطاقه تاعكم برك، باسكو راكو غالطين في البيت. انا نقول لكم حاجه، عندك زوج جيرانك، جارك 90% من سكان الدار اللي قدامك يديروا لك في المشاكل، وعندك جارك، عندك شخص واحد من جيرانك اللي الدوزيام يدير لك في المشاكل. تروح انت تتبع الدار هذيك اللي فيها 9 ملاح وواحد برك يدير لك المشاكل، ولا تتبع اللي فيه 9 يديروا لك المشاكل وواحد مليح؟ فخموا برك معايا نتوما، خموا برك معايا. سمعت واحد قبيل يقول لهم ما تكلموش العقلاء وداروا. جماعه تلقاو لايف كيما هكا، روح ديباسي عزرين وجماعه، ديباسي يا جماعه، ديباسي. فوتوا روح كي في حاجه اخرى. خليتو القمع تاع الريف البارح اللي قمعوهم للمخزن، خليتو واش قال هذاك وزير الشؤون الدينيه اللي يقول لهم سالت الذكاء الاصطناعي قال لي الخطب مليحه فما قدام محمد السادس. خليتو هادو كامل، خليتو المديونيه اللي زادت في المروك، خليتو الدخل الخاملين خافض خليتو الحوايج هادو كامل. انا قلت لك سمحوا لي خوتي راكم ماكوش متبعين الامر. وزاره الخارجيه التونسيه البارح انا نقرا فيها عيطت للقائم بالاعمال تاع السفاره التونسيه وقالت له ارواح المواطن التونسي تقتل، فهمني شكون اللي قتلتوه. واليوم هيئه المحامين التونسيه قالت لك نرفع دعوه على القضاء لانه ما استعملوش الطازر هذاك اللي يجمد الحركه، ما استعملوش لا بونبون تاع لاكريموجين، ما استعملوش حوايج. حتى يجي واحد يقول لك لا وهادو ردوا عليهم ونديروا. والله يا خويا اسمح لي خويا، راك ماكش في لابوك تاعنا، راك ماكش في نفس الموضوع تاعنا، راك كيما قال لك خويا بوسماحه راك في واحد تاع المهم نسب تلعب تماس، راك تلعب في التماس. والله يا خاطي ما نعرف، هذا رايي. مالك خويا نتفاعل معك في واحد النقطه عزيزي، بارك الله فيك، كلامك كله جيد وصائب، ولكن خويا العزيز انت دوكا قلت انه نخلوا هذه المواضيع، ولكن هادو خاوتنا ثاني اللي راهم يعني يشوفونا ويتابعونا لازم لهم توضيح كذلك. كي ما توضحش انت خويا مالك بهذه يعني الثقافه الفكريه اللي عندك، وما يوضحش خويا بوسماحه وبنت الجزائر انا كنت نوضح واحد الوقت وندير فيديوهات زعما، يعني لازم احنا خويا العزيز وما نوجهوا خاوتنا هادو باش ما يطيحوش في الغلطه. لا كنت نوضح واحد الوقت ومن بعد لقيت روحي خويا الوقت اللي نوضح به نزيد نكمل في الموضوع تاعي. انا من منبر تاع بوسماحه نقولها لكم، انا مالك تاع قسنطينه، عندي المخزن فرنسا، الكيان والدوله المجهريه هذيك ثاني اللي راهي تخرب في الجزائر. اما هادو الناس اخرين انا ما نديرشهم السيبله، كي الا كان في سياق رد مثلا على مالي ولا على حاجه بالك، بصح ما نديرهمش هدف. خوتي اللي حاب يغلب ويتعب الله يعاونه. انا هذا واش حنقول لكم، راكو قاعدين عقاب الريح بهراوه، حنا نقولوا في قسنطينه راك عقاب الريح بهراوه، داكور. هذه هي. سمحوا لي رايي هذا كما قال لك بوسماحه، اللي روح حلوا لايفات وقولوا واش تحبوا. هو قال لك رايك ولا ثاني رايك؟ يسمح لي ان شاء الله تقبلوا رايي. الناس اللي راها تحوس على هذا الاخر قال لك رضوان فروخي راه فاتح لايف وراه يتكلم في هذا الموضوع، تقدر تمشي تكبس رضوان فروخي، يعني راك تحوس بوسماحه. اذا راك تحوس بوسماحه ولا خوتنا المتواجدين هنا يتهجموا على الشير ديما اللي تهجمت على الجزائر، بسم الله. اما انك تديني انايا كما قال لك كونتر بي تبيجيني، هذه ما معناش. نوض نسب انايا دوله ككل، هذه غير فوتها. انا مع المروك
مع المروك هذه اللي راني داير محتوى عليها، وفي العديد من المرات نوضح نقول انا الناس اللي ما عندهمش ما راضيينش بالعبوديه الاحرار هادو انا راني كما قال لك بريء تجاههم بكلامي، هادو مراركه. فما بالك تونس نمشي انا ندي على رقبتي نسب دوله باش ندير لك كوستوك شغل انا نبيع الصاروخ هكا طلعها بيا دروك انت يا دروك دير كوستوك بوسماحه ماش نبيع الصاروخ انا داير اللايف والله ما نتنرفى منك باش تايا تحطم لك كما قال لك انت ما نعرفكش كاع شكون. مواطن اللي ما على بالاهش وما عندهش درايه راه معذور، ونتناقشوا بيناتنا وناخذوا الاراء من بعضياتنا. اما انسان اللي عارف واش راه يدير غيفوتها والله ما تزعزع مني شعره. وهذا الموضوع كي شغل فاتح حشوه من بعد نعاود نكونتيني في المحتوى نتاعي. هذا واش نقول لك. ويا بوسماح انا نسحب برك، انا نروح والله عيان، كان عندي اشغال بزاف النهار هذه. ربي يا يحفظك مالك العزيز، تفضل. ربي يحفظك العزيز، ميرسي على المساحه وتحيه ضيوفك كامل. ربي يلاقينا في ساعه الخير ان شاء الله. السلام عليكم. تحيه كبيره لخويا مالك. موضوع في الشباب